عمرك سمعت نفس الجمل ديت؟ قوم امسك ورقة وقلم، ابدأ من دلوقتي، انت تقدر. العالم كله مستنيك. هو لو العالم مستنيني بالشكل دوت كان الاسهل ان هو يبعت لي رسالة على الواتساب. بص يا صاحبي، في صناعة كاملة اسمها صناعة التنمية البشرية. الصناعة ديت مش بسيطة خالص. الصناعة ديت حرفيا عبارة عن مليارات من اللعب بعقلك. هو مش دي الصناعة الوحيدة اللي بتستغل عقلك عشان تكسب من وراها كتير جدا، بس احنا النهاردة جايين نتكلم عن الصناعة ديت، واللي هي صناعة انا من رأيي ان هي مش سهلة، وهي صناعة التنمية البشرية، واللي انا من رأيي ان هي اكبر من صناعة الاباحية لانها بتلعب بشكل رخيص على اهدافك. المشكلة ان احنا دايما عندنا سؤال من ناحية الصناعة ديت: هل احنا فعلا بنتطور؟ وهل الصناعة ديت مفيدة لينا؟ ولا الصناعة ديت بتخدرنا بشوية كلام حلو وخلاص؟ مشكلة التنمية البشرية في كلمة واحدة، وهي التحفيز اللحظي، واللي انت كإنسان ما شاء الله بتموت فيه. فيديو مدته 5 دقايق يخليك تقلب الدنيا، وبعد ساعة تروح تعمل لك كوباية شاي وترجع تقلب في التيك توك ولا أكنك سمعت حاجة. عشان التحفيز نفسه مش حل. التحفيز دوت مجرد شعور، عامل زي اول اسبوع ليك في الجيم بالظبط. حماسك بيبقى نار، وفي الاخر بتشوف شكل الجيم صدفة في اي فيديو او اعلان. التنمية البشرية حرفيا بتبيع لك وهم اسمه وهم الانجاز. في جملة مشهورة جدا بتقول fake it till you make it، بس احنا قلبنا الجملة ديت وخليناها fake it till you sleep it. بنوهم نفسنا ان احنا بنتطور من غير ما نعمل حاجة حقيقية تخلينا نتطور. طيب هنا في سؤال مهم جدا: طالما الصناعة ديت وحشة قوي كده، ليه الصناعة ديت بتنجح؟ بكل بساطة لانها بتلعب على اضعف نقطة فينا، وهو هدف الانسان في الحياة هو انه ينجح. رغبتك انك عايز تبقى احسن. هما بيستغلوا الرغبة ديت كويس قوي، ولانك مش عندك خطة ولا اي حاجة تمشي بيها ولا حد يوعيك انت هتعمل ايه، فبتسمع كلام يخليك تحس انك مش لوحدك، وان في حد مهتم بيك وبيديك حافز انك تكمل. هو وهم، بس احساس حلو قوي وانت بتدمنه. طيب هل التنمية البشرية كلها وهم؟ طبعا لا. في ناس محترمة فعلا بتتكلم بعلم، بس المشكلة ان الناس ديت قليلة جدا، وفي الاغلب انت ما تعرفهمش. ان انت بتبص للناس التانية اللي بتديك الحافز واللي انت مفكر ان هم بيفيدوك، ناس بتتكلم كلام عام، جمل حافظينها وعمالين يرددوها. والمشكلة ان انت بترجع تسمع الجمل ديت زي ما هي. هم بس بيغيروا الكلام، لكن الجمل والمعنى زي ما هو. بيشجعوك من غير ادوات تساعدك ان انت تعمل حاجة، ووعود مش هتحصل، زي انك هتبقى احسن واحد انت اصلا مش بتعمل حاجة تخليك تتحسن عن الفترة اللي انت فيها دلوقتي. طيب ايه هو الحل الحقيقي؟ طيب يا يوسف ادينا الحل الحقيقي. لازم تعمل 3 خطوات، والخطوات ديت بتوع التنمية البشرية عمرهم ما هيقولوا لك عليها. اختار حاجة واحدة بس تبدأ بيها. انت مش سوبر هيرو هتعمل 100 حاجة في نفس الوقت. ركز على حاجة واحدة تديها كل جهدك وتخلصها، وفعلا تعمل انجاز حقيقي مش وهم الانجاز. وقسم كل حاجة لحاجات صغيرة عشان مخك ما يهربش من كل دوت. واهم حاجة الانضباط والاستمرارية اهم من الحماس. الحماس بيروح، لكن الاستمرارية والانضباط هما اللي هيخلوك تعمل حاجة بجد. لو اشتغلت كل يوم 20 دقيقة بس هتعمل حاجات كتير قوي عن انك كل يوم تسمع فيديو 10 ساعات تنمية بشرية مش هيفيدك بأي حاجة. الخلاصة، مشكلتنا في التنمية البشرية إننا فاكرين إنها الحل، وهي مجرد صوت بيقولك ابدأ، يلا انت جامد، لكن اللي هيقومك بجد هو انت. وبس كده يا صديقي، أنا البوصلة، سلام.